بسم الله الرحمن الرحيم، أهلًا أبنائي طلبة الصف السادس الابتدائي. النهارده بإذن الله هناخد الدرس 6 اللي هو بيتكلم عن تطبيقات على معامل التحويل. هو الدرس بصراحة يعني فيه شوية شغل بإذن الله، بس هتفهموه جدًا وهيبقى سهل بالنسبة لكم، مش تقيل ولا حاجة، لأن الناس مصعباه أوي وحاسين إن هو صعب. بإذن الله تابعوه معايا بس من أول الفيديو لآخر الفيديو، هتلاقوه سهل ومن أبسط الدروس معاكم إن شاء الله. يالّا بينا. قبل برضه ما أروح أبدأ في شرح الدرس على طول والأجزاء بتاعته، هاراجع على السريع كده على حاجة في الدرس اللي فات، اللي هو برضه كان بيتكلم عن استكشاف معامل التحويل واستخداماته، قبل ما أدخل في الدرس الجديد عشان نبقى فاكرين إحنا كنا بنعمل إيه بالضبط. هنا في مثال بيقول لي: جرى تامر في الصباح مسافة 6500 متر. قلنا في المسائل الكلامية أهو، أول ما باوصل لعدد باقول له قفشتك وأحط إيدي عليه. باستخدام معامل التحويل، بيقول لي: احسب المسافة التي جراها تامر بالكيلومتر. لحظة كده، إحنا كنا بنعمل إيه المرة اللي فاتت عشان أفكرك؟ هو المسافة اللي جراها اللي هو جايبها لي إيه 6500 متر أهي، 6500 متر. هاضرب بقى في معامل التحويل. أنت بتحوّل من مين لمين؟ أنت عندك دلوقتي ده متر وهنا كيلو متر، فكنا دايمًا بنكتب فوق في البسط التحويلة الأولى اللي هي كيلو متر، وتحت في المقام التحويلة التانية اللي هي متر. وتعالَ بقى ركّز معايا، مين الأكبر؟ الوحدة اللي هي كيلو متر والّا متر؟ لأ، الكيلو متر هو الوحدة الأكبر، فكنا بنحط قبلها 1. كل 1 كيلو متر فيه 1000 متر، فنكتب يبقى أنا عملت التحويلة. الهدف هنا لو أنت عملت التحويلة الموضوع بسيط جدًا. طب أنت بتعمل التحويلة إزاي طبقًا للدرس اللي فات يعني؟ كنت بتروح تجيب الوحدة التانية تحطها لي في البسط، والوحدة الأولى بتبقى في المقام. ركّز بقى معايا كده يا جميل. أنت دلوقتي خلاص عملت له التحويلة اللي هي 1 كيلو متر بتساوي 1000 متر. أنت بتعمل إيه؟ أول حاجة مبدئيًا كده ركّز معايا، أنت هتحذف المتر ده مع المتر ده، تمام؟ وبعد كده ده 1000 وده 6500، احذف صفرين مع صفرين، ماشي. هنا بقى 65 على 10، أصل ده بسط وده مقام، يعني أنت دلوقتي ده بسط ومقام واحد. أنت أساسًا بتختصر أي بسط مع أي مقام، حتى لو وحدة بتمشّيها قصاد الوحدة يعني ده متر وده متر، تمام. باقي لك هنا إيه بقى 65 في 1 أهو، كيلو متر على إيه، على 1 في 10 ب10، يعني 65 على 10 يعني هيدّي لنا إيه، 6.5 كيلو متر أهو، كيلو متر زي ما هو طلبها. هنا في المثال ده بيقول لي: يبلغ عرض تمثال أبو الهول 584 سنتيمتر. فبيقول لي كام يبلغ عرض أبو الهول؟ بالإيه بقى؟ كام مترًا يبلغ عرض أبو الهول؟ يعني هو عايز من السنتيمتر للمتر، فإحنا هناخد أهو 584 سنتيمتر أهي، 584 سنتيمتر، هاضرب في التحويلة بتاعتي. أنت كان من السنتي هتروح للمتر، يبقى بنكتب المتر فوق، الوحدة التانية بنعملها فوق في البسط، والوحدة الأولى بتبقى تحت في المقام. الكبيرة متر والّا سنتيمتر؟ لأ متر، يبقى 1 متر على كل متر فيه كام سنتيمتر؟ 100 سنتي، تمام؟ تمام. تعالَ بقى حِل. أنت هتطيّر دلوقتي سنتي مع سنتي، ما هي ده بسط ومقام واحد أهو، هيتبقى معاك 584 في 1 متر، يعني 584 متر. ما هو 584 في 1 متر يبقى 584 متر على 1 في 100 يعني على 100. لمّا تقسم على 100 يعني هتحط لي العلامة العشرية بعد خانتين، يبقى 5 أنا هتحط العدد عادي خالص أهو، تحط العلامة العشرية بعد خانتين. 5.84 من 100 إيه، متر، زي الوحدة اللي هو عايزنا نحوّل ليها. تعالوا بقى ندخل في الدرس الجديد، وبرضه قبل ما أدخل في الدرس الجديد هنراجع تاني على وحدات القياس. إحنا قُلنا إن إيه، إحنا بنحوّل من وحدات قياس لوحدات قياس مختلفة، فإحنا محتاجين نعرف كل وحدات القياس بتاعتنا كانت إزاي. أنا عندي مثلًا دي وحدات قياس الكتلة اللي باقيس بيها الكتلة. الواحد طِن كان فيه 1000 كيلو جرام، يعني كنا بنضرب في 1000 عشان الواحد طِن فيه 1000 كيلو جرام، والكيلو جرام فيه 1000 جرام، فيه 1000 إيه، جرام. طب لو أنت عايز تروح من الطِن للجرام يبقى 1000 في 1000 يبقى مليون. تحويل يبقى 1000 في 1000 يبقى إيه، مليون، يبقى الواحد طِن فيه مليون، مليون إيه، جرام. طيب والجرام فيه 1000 مِلّي جرام، الجرام فيه 1000 مِلّي جرام، 1000 مِلّي جرام. يبقى أنت برضه لو عايز تيجي من كيلو جرام لمِلّي جرام يبقى 1000 في 1000 بمليون، ولو من طِن لمِلّي جرام يبقى 1000 في 1000 في 1000 يبقى مليار مِلّي جرام. أنت لو عرفت التحويلات بإذن الله الموضوع برضه بسيط عليك. بعد كده وحدات قياس الطول، بنقيس الطول بالكيلومتر بقى مش بالكيلو جرام، الكيلو جرام ده كان في وحدات قياس الكتلة. كل 1 كيلو متر فيه 1000 متر. أظن إحنا راجعنا برضه الحاجات دي المرّة اللي فاتت. والمتر فيه 10 ديسيمتر، والديسيمتر فيه إيه، 10 سنتيمتر. المتر برضه فيه 100 سنتي، لإنك تحويلتين 10 في 10 ب100. والكيلومتر فيه إيه، 1000 في 100 يبقى 100.000 إيه، سنتي، يبقى 100.000 سنتي، تمام، تمام. بعد كده وحدات قياس السعة اللي هي السوائل بقى. الواحد لتر فيه 1000 ملي لتر، الواحد لتر فيه 1000 ملي لتر، تمام، تمام. بعد كده برضه عندي وحدات الوقت، عندي الواحد أسبوع فيه 7 أيام، الأسبوع فيه 7 إيه، أيام، والواحد يوم فيه 24
ساعة. أنا باشرح الجزئيات دي بسرعة مراجعاها أصلًا المرّة اللي فاتت. الساعة فيها 60 دقيقة، الساعة فيها 60 دقيقة، والدقيقة فيها 60 ثانية. النهارده يقابلك كتير أوي، يا ترى الساعة فيها كام ثانية؟ 60 في 60 لو ضربتهم في بعض هيدّوك إيه، 3600 ثانية، يبقى الساعة فيها 3600 ثانية. إنها هتقابلنا في مسائل كتيرة أوي النهارده. وحدات الوقت قُلنا الأسبوع فيه 7 أيام، واليوم فيه 24 ساعة، والساعة فيها 60 دقيقة، والدقيقة فيها 60 ثانية. لو من ساعة لثانية يبقى 60 في 60 بيدّينا 3600 إيه، ثانية. هنا بيقول لي إذا كانت سرعة الأسد تصل إلى ده بقى الجديد بقى بتاع النهارده. طب إيه اللي هيختلف في درس النهارده عن الدرس اللي فات؟ هناك كان في تحويلة واحدة، إنما هنا في تحويلتين، فأنت تركّز معايا والله هتلاقيها بسيطة جدًا. أنا دلوقتي إيه، تعالَ اقرأ المسألة معايا كده، بيقول لي إيه، بيقول لي إذا كانت سرعة الأسد تصل إلى 72 كيلومتر في الساعة، 72 باستخدام معامل التحويل أوجد سرعة الأسد بالمتر في الثانية. هو إيه يا مِس اللي بيحصل ده؟ ده هو جايب لي الأسد بكيلومتر في الساعة وهو عايزه بعد كده بالمتر في الثانية. بسيطة، بسيطة ما فيش حاجة صعبة خالص. أول حاجة أنت عندك سرعة الأسد بإيه، 72 كيلومتر في 1 ساعة، صح كده؟ أنت كده يا حبيب قلبي ما حليتش لسه حاجة، أنت يا دوبك نقلت الحاجة اللي هو جايبها لك، 72 في 1 ساعة. كنا بنعمل إيه المرة اللي فاتت؟ إحنا هنضرب في تحويلتين. التحويلة الأولانية زي المرة اللي فاتت بالضبط، اللي هي إزاي؟ أنت دلوقتي ده كيلومتر هيبقى متر، كنا قُلنا بنقول التحويلة التانية بنحطها في البسط، والتحويلة الأولى بنحطها في المقام. لحظة، الوحدة التانية مش التحويلة معلش، الوحدة التانية بنحطها في البسط، والوحدة الأولى بنحطها في المقام. الوحدة التانية باحطها في البسط، والوحدة الأولى باحطها في المقام. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للكيلومتر اشمعنى دول بالذات يا مِس؟ لإن هو أول وحدات اللي أنت بتقيس بيها الإيه، المسافة يعني، ماشي؟ طيب أو الطول. بعد كده في تحويلة تانية من الساعة للثانية. امشي بقى مضبوط هنا. يعني إيه مضبوط هنا؟ اللي جات لك الأول حُطّها لي في البسط، واللي جات لك التانية حُطّها لي في المقام. هو إيه اللخبطة دي يا مِس؟ والله ولا لخبطة ولا حاجة، ركّز معايا تلاقي الدنيا بسيطة جدًا. أنت دلوقتي أول حاجة نقلت له الحاجة اللي جاية لك في المسألة، ماشي. بعد ما نقلنا اعمل أول تحويلة زي المرّة اللي فاتت، اللي هي إيه، أنت كان بتحوّل من متر لمتر، خلاص حُط لي المتر في البسط زي ما أنا لسه مراجعة معاك، والكيلومتر اللي هو كان الأولاني حُطّه في المقام، يعني التاني في البسط والأولاني في المقام، ماشي. ارجع اعمل التحويلة التانية. التانية عادي هو بيحوّل من ساعة لثانية، خلاص اكتب له فوق في البسط ساعة وفي المقام ثانية، دي بقى ماشية مضبوط. اللي جاي الأول حُطّه في البسط، واللي جاي التاني حُطّه في المقام. لحظة بقى، الأكبر هنا متر والّا كيلومتر؟ لأ الكيلومتر هو طبعًا الأكبر. طب ال1 كيلومتر فيه كام متر؟ 1000 متر، تمام. وهنا الأكبر ساعة والّا ثانية؟ لأ الساعة، خلاص حُط لها 1. والساعة فيها كام ثانية؟ ده الساعة فيها 60 دقيقة. ماشي، والدقيقة فيها 60 ثانية، يعني نضرب 60 في 60 بيدينا 3600 ثانية. أيوه، أنت كده فنّطت مسألتك وضبّطتها وهتطلع معاك بمنتهى السهولة. ركّز بقى معايا يا جميل. هنعمل إيه بقى؟ بُص بقى معانا كده، أنت دلوقتي عندك الكيلومتر ده طيّره مع الكيلومتر ده، طيّر بقى أي حاجة في البسط مع أي حاجة في المقام، أي حاجة تنفع نختصرها في البسط مع أي حاجة في المقام مشّيها، تمام. دي ساعة في البسط ودي ساعة في المقام، ما تختصرليش بسط مع بسط ولا مقام مع مقام، أنا باختصر بسط مع مقام. ركّز بقى في الأعداد اللي جاية لك. لسه باقي عندك إيه، أنت طيّرت الكيلومتر مع الكيلومتر والساعة مع الساعة، باقي عندك 72 في 1000 متر على إيه، على 3600 ثانية. طب هنعمل إيه؟ بُص يا حبيب قلبي، مشّي الصفرين دول، طيّر الصفرين دول مع الصفرين دول، كإنّك قسمت على 100 يعني، ماشي. بعد كده باقي لي إيه، 72 في 10 يعني 720. 720 إيه بقى؟ الوحدة اللي لسه باقية لك متر، ماشي. على 1 في 1 في 36 وثانية، يبقى 36 ثانية. اقسم بقى كده هيساوي إيه، هيساوي أنت دلوقتي هتقسم 720 على 72 على 36 فيها إيه، 2 وصفر على 36 بصفر، 20 إيه بقى، متر في الثانية، 20 متر في الثانية. هو أساسًا يعني بيكون كاتب لك الوحدات. لو أغلب المسائل دي بتكون أكمل وبيكون هو كاتب لك الوحدة، بس أنا بافهّمك إحنا عملنا إيه. مثال تاني كده، بيقول تسير سيارة بسرعة 90 كيلومتر في الساعة. قفشنا أول عدد أهو، اعمل عليه على طول المربع بتاعنا أو الدايرة أو أي حاجة. احسب سرعة السيارة بالمتر في الثانية. هو كانت ماشية كيلومتر في الساعة، حبكت تقول لي احسبيها بالمتر في الثانية، ما فيش مشكلة، إحنا معانا معامل التحويل وهنشتغل. انقل أول حاجة 90 كيلومتر على 1 ساعة، تمام. كده أنا ما عملتش حاجة، أنا يا دوب نقلت اللي هو جايبه. اضرب بقى في التحويلة الأولى. كانت من كيلومتر لمتر، دي التانية صح، خلاص اكتب له فوق متر وكيلومتر تحت، ماشي. اعمل بقى التحويلة التانية ساعة على ثانية أهي، ساعة على ثانية، الأول على التاني، التحويلة الأولى على التانية، ماشي. ساعة على ثانية، ماشي يا جميل. تعالَ بقى حُط لي كل حاجة بقى،
الكيلومتر الأكبر ولا المتر؟ لا الكيلومتر، حط له واحد. كل واحد كيلومتر فيه كام متر؟ 1000 متر. تمام. الساعة الأكبر ولا الثانية؟ الساعة، حط لها واحد. الساعة فيها كام ثانية؟ 3600 ثانية. خليك فاكر قوي إن الساعة فيها 3600 ثانية، جاية لي في مسائل كتير قوي. يلا بقى مرحلة التطيير اللي احنا بنحبها. ايه التطيير دي؟ اللي احنا نختصر حاجة من فوق مع حاجة من تحت. انت دلوقتي هتختصر كيلومتر مع كيلومتر يمشوا مع بعض، ساعة مع ساعة يمشوا مع بعض. ماشي، باقي لك ايه بقى؟ 90 في 1000 تبقى 9000 طبعا على 3600. تعمل ايه؟ طير الأول صفرين مع صفرين. ماشي. 90 في 10 متر اهي. باقي لك هنا 90 في 10 متر يعني أدا 900 متر. باقي لك تحت ايه بقى؟ هنا ما عادش وحدات خالص غير 36 ايه، 36 ثانية. هنقسم بقى مرحلة القسمة، ان احنا نقسم هنا هنشوف هتدي لنا كام. هنقسم بقى 900 على 36 هتدي لنا 25. هتبقى 25 ايه بقى؟ متر اهو لكل ثانية. دي كده لكل، يبقى 25 متر لكل ايه؟ ثانية. 25 متر لكل ثانية. تمام. ممكن نكتبها لكل او نعملها العلامة دي كده. نشوف مسألة تانية. هنا بقى من مسائل كتاب الأضواء اهو، بيقول لي ايه؟ 90 كيلو متر في الساعة. بيقول حول السرعات الآتية حسب المطلوب. 90 كيلو متر في الساعة بتساوي كام متر في كام متر في الساعة؟ طيب يعني أنت هتحول من كيلومتر أصلًا لمتر، هُم 90 كيلومتر في الساعة يساوي كام متر في الساعة؟ دي ممكن تحلها بمعامل التحويل، ممكن أصلًا أنت تعرف تحلها لوحدك. هو الكيلومتر أساسًا فيه 1000 متر، المفروض 90 كيلومتر ده لمّا تضربها في 1000 يبقى 90.000 متر في الساعة. بس تعالَ نحلها بمعامل التحويل، هنقول له 90 كيلومتر على 1 ساعة، في أول تحويلة متر على كيلومتر. الكيلومتر هو الكبير ب1 والمتر إيه هو الصغير ب1000. في التحويلة التانية اللي هي تبقى ساعة على ساعة مش هتفرق كتير بقى، ساعة على ساعة المفروض أساسًا دول طايرين مع بعض، 1 ساعة على 1 ساعة دي كده زي قلتها إن إحنا كتبناها أساسًا. ماشي، فهنقول له بتساوي إيه بقى؟ دي كده خلاص أصلًا راحوا مع بعض، بسط مع المقام راحوا مع بعض. 90 هنا هتطير برضه الكيلومتر مع الكيلومتر، وبعدين باقي لك هنا 90 في 1000 ب90.000 على 1 يبقى 90.000 متر في الساعة. 90.000 متر في الساعة. تعالَ هنا المسألة ديًّا 3000 أهو، 3000 سنتي في كل 1 دقيقة. تمام. تعالَ بقى اعمل أول تحويلة. من المتر للسنتي، متر سنتي، ال1 متر هو الكبير، فيه كام سنتي؟ 100 سنتي. التحويلة التانية دقيقة لدقيقة، فعلى فكرة طالما هي ما لهاش لازمة تكتبها أساسًا يعني، لإن هتقول 1 دقيقة على 1 دقيقة فهتمشي تاني خلاص فما لهاش لازمة. ماشي. فهنقول له هنا بتساوي إيه؟ هتطير لي هنا صفرين مع صفرين، يتبقى لي 30 أو هتمشي السنتي مع السنتي، يتبقى لي 30 في 1 يعني 30 متر أهو على 1 دقيقة. على 1 دقيقة 30 متر في الدقيقة. هو أصلًا كاتب لك أصلًا أهو، أنت هتكتب له 30 متر بس، يعني أنت اللي هتكتبه هنا 30 متر بس. بعد كده 506 أمتار في الثانية أهو، 506 متر في 1 ثانية، في 1 ثانية. تمام. اعمل أول تحويلة من سنتي لمتر، هي اللي جاية التانية سنتي وهنا متر. طب المتر هو الكبير نكتب له 1 والسنتي يبقى 100 سنتي. بعدين من ثانية لثانية والله أنت عايز تكتب أهو 1 ثانية على 1 ثانية، هي مش هتفرق أصلًا معاك في حاجة إن هيطيروا مع بعض. بعد كده أنت عندك إيه؟ المتر ده هيطير مع المتر ده، وبعدين هنا إيه 506 في 100 يعني هتزود صفرين على 1 ثانية. هتزود صفرين يبقى هنا 506 وحُط لها صفرين يبقى 50,600 سنتيمتر في الثانية. ماشي. طب 360 كيلو متر في الساعة هي 360 كيلو متر على 1 ساعة. اضرب التحويلة متر على الكيلومتر، هنا الكيلومتر هو الكبير 1 والمتر هو الصغير هنا 1000 أهو، في هنا ساعة يبقى ساعة وهنا ثانية. الساعة هي الكبيرة بنحط لها 1 والساعة فيها 3600 إيه ثانية. اختصر بقى وطلّع النواتج. يعني هو أنت دلوقتي هتمشّي مين مع مين؟ هتطيّر لي هنا كيلومتر مع كيلومتر وساعة مع ساعة، يتبقى لك إيه؟ وهنا طاير الصفرين مع الصفرين دول، وطاير الصفر ده مع الصفر ما عادش صفار تاني خلاص. لا، ما فيش هنا مش هيطير. يبقى 360 في 10 نكتبها تحت كده عشان إيه؟ تبقى الدنيا أوسع. 360 في 10 يبقى إيه؟ أدي 360 في 10 هتزوّد صفر كمان أهو يبقى 3600 إيه بقى؟ متر. 3600 متر ما عادش وحدات فوق إلا المتر، على 1 في 1 ب1 في يبقى هنا 36 ثانية. تمام. هنقول له بيساوي 36 على 36 1 والصفرين هتحطهم يبقى متر في الثانية أو لكل ثانية.
100 متر لكل ثانية. الباقي بقى نفس الوضع. تعال نشوف أمثلة تانية. بيقول لي سيارة تتحرك بسرعة منتظمة 50 كيلو متر في الساعة. يلا نكتب 50 كيلو متر في الواحد ساعة. اعمل أول تحويلة. أول تحويلة هنا كيلو متر وهنا إيه متر. يبقى هنا هتكتب له فوق متر عشان دي الوحدة التانية وتحت كيلو متر. التحويلة التانية ساعة لثانية، ساعة لثانية، ساعة على ثانية. الكيلومتر هو الكبير بنكتب له 1 والمتر هو الصغير بنعمل له 1000 أهو. والساعة هي الكبيرة بنعمل لها 1 والثانية فيها 3600 الساعة قصدي فيها 3600 ثانية. مرحلة بقى إن إحنا نختصر. الكيلومتر هيروح مع الكيلومتر ماشي، والساعة 1 ساعة تروح مع 1 ساعة. باقي لي 50 في 1000 أهي هتساوي 50 في 1000 ب50,000. ممكن نختصر جوه وبره، أو إحنا أما نطلع بره على 3600 ماشي. هنا 50,000 إيه بقى متر على 3600 إيه ثانية. يعني الوحدات اللي باقية فوق متر واللي باقية تحت ثانية. هتطير هنا صفرين مع صفرين، يتبقى لك بقى إيه تقسم 500 على 36 هتشوف هتطلع لك كام بقى. بعد كده بيقول لي إذا كانت سرعة الدب هي 48 كيلو متر في الساعة، هتكتب له اهو 48 كيلو متر في الساعة في واحد ساعة. اضرب أول تحويلة من كيلو متر لمتر أهي، من كيلو متر لمتر هعمل له المتر فوق والكيلو متر تحت. الكيلومتر هو الكبير بنعمل له 1 والمتر هو الوحدة الصغيرة نعمل لها 1000. في التحويلة التانية ساعة لدقيقة. الأولانية ساعة أهي وتحت دقيقة. الساعة 1 ساعة وهنا 60 إيه دقيقة. نشتغل. هتطير لي كيلومتر مع كيلومتر وبعدين 48 في 1000 48 والواحد ساعة برضو هتطير مع الواحد ساعة. 48,000 في 1000 يبقى 48,000 متر على باقي لك إيه بقى هنا 1 في 60 دقيقة يبقى 60 دقيقة. هتختصر بعد الطير صفر مع صفر وبعدين ترجع تقسم بقى 48 على 6 فيها 8 وصفرين أهو يبقى 800 متر في الدقيقة. 800 متر في الدقيقة. طيب نفس الشيء تعالى مثلا هنا يعني المسائل بنفس الطريقة. تعال نشوف حاجة تانية. ده برضو مثال حلو ما تقولش صعب هو سهل. بيقول لك ايه الجدول المقابل يوضح سرعات بعض الطيور. بيقول لك حول السرعات الى متر في الثانية. هو عايز السرعات كلها تتحول بالمتر في الثانية وبعدين رتب الطيور من الابطأ الى الاسرع. تعالى كده هو جايب لك البومة 15 متر في الثانية. هو اساسا عايز السرعات بالمتر في الثانية 15 متر في الثانية. طب لو هنحل عادي 15 متر في الثانية اشتغل عادي بمعامل التحويل هتلاقيها طالعة كده اهو 15 متر في الواحد ثانية. تمام. في اعمل التحويلة الأولى من متر لمتر خلاص هتعمل لي متر فوق متر تحت. الواحد متر واحد متر اهو. في التحويلة التانية الأولى ودي التانية ثانية. دي الأولى أقصد ثانية ودي التانية ثانية اهي. 1 ثانية بتساوي 1 ثانية هيطلع لك هياها. انت هتطير بقى الايه مثلا هتمشي هنا المتر مع المتر هنا كده وهتمشي هنا ثانية مع ثانية يتبقى لك ايه 15 في 1 متر يعني 15 متر على 1 في ثانية على 1 ثانية يعني 15 متر في الثانية. ملهاش لازمة أصلا إن احنا نعملها لأن هو أساسا بيقول لك حول السرعات إلى متر في الثانية. هي أصلا متحولة جاهزة فملهاش لازمة إن أنا أعملها. يعني أنا بس بعرفكم إن حتى لو عملناها مش هتطلع ناتج جديد. بعد كده بيقول لي 75 كيلو متر في الساعة. تعالى كده أنت هتكتب له الأول ال 75 أهو كيلو متر دول في 1 ساعة. تمام. اعمل أول تحويلة من كيلو متر لمتر. الوحدة التانية متر هتعمل له متر فوق وكيلو متر تحت. في التحويلة التانية من ساعة لثانية اهو الساعة فوق والثانية تحت. تمام. الكيلو متر هنا الكبير نعمل له 1 والمتر اهو 1000. الساعة هي الكبيرة نعمل لها 1 والثانية نعمل لها 3600 متوصي معانا بالثانية أول مرات. تعالى بقى مرحلة الاختصار والتبسيط. الكيلومتر هيطير مع الكيلومتر ماشي. الساعة هتطير مع الساعة. باقي لي بقى 75 في 1000 هتطير الصفرين مع الصفرين برضو. باقي لك 75 في 10 ب750 ايه بقى متر لأن لسه باقي لك وحدة المتر على 36 ثانية على 36 ثانية. لما تقسمهم بعد ما تقسمهم هتلاقيهم بيساووا معاك ايه هتلاقيهم بيساووا معانا بعد ما نقسم دول هيساووا معانا كام 20 بس جربها انت مع نفسك لوحدك كده. و5 على 6 متر في الثانية. يبقى احنا عملناها برضو بالمتر في الثانية يعني هيساوي 20 و5 على 6 متر في الثانية. تمام. طيب تعالى شوف اللي بعدها. احنا بنحاول نعملهم كلهم بنفس الوحدات اللي هي سرعتهم بالمتر في الثانية عشان نقارن ونشوف مين الأسرع والأبطأ لأنك مش هتعرف تقارن وده بيمشي بالكيلومتر وده بيمشي بالمتر وده بيمشي بالسنتيمتر. ما انت مش هتعرف كده تقارن. تعالى على الغراب بقى. الغراب كان
100,000 بيمشي بسرعة 100,000 سنتيمتر في الدقيقة أهو، 100,000 سنتيمتر في الواحد دقيقة. التحويلة الأولى هي كانت من سنتي لمتر، اعملوا المتر فوق اللي هي تاني حاجة، والسنتي تحت. المتر هو الكبير بنعمل له 1 والسنتي كل متر فيه 100 سنتي. تمام، اعمل التحويلة التانية من دقيقة لثانية، دقيقة، ثانية. الدقيقة هي الوحدة الكبيرة بنعمل لها 1 والثانية هي الوحدة الصغيرة، الدقيقة فيها 60 ثانية اهي. طيب تعالى بقى اشتغل واختصر وبسط بقى. انت هتطير السنتي مع سنتي، هتطير الواحد دقيقة مع الواحد دقيقة، ماشي. بعد كده باقي معاك ايه؟ صفرين يطيروا مع صفرين، صفر يطير مع صفر، باقي لك 100. 100 في 1 متر يعني 100 متر على 6 ثانية، على 6 ثانية. لما تشتغل دول هتلاقيها طالعة لك كام؟ هتلاقيها طالعة لك 16 16 و2 على 3 متر في الثانية. انت برضو جربها مع نفسك كده بالراحة، ماشي. طيب بعد كده اللي بعدها الهدهد بقى، نشوف سرعته برضو بعد ما نحولها بالمتر في الثانية. هو ماشي 40 كيلو متر في الساعة اهو، 40 كيلو متر في الواحد ساعة. اضرب في أول تحويلة، ها، من كيلو متر لمتر، أو المتر الوحدة التانية يبقى ده متر على الكيلو متر. الكيلو متر هو الوحدة الكبيرة نعمل له 1، كل 1 كيلو متر فيه 1000 متر. تمام، اضرب في التحويلة التانية. الأولانية ساعة وبعدين ثانية، يبقى نكتب له هنا ساعة في البسط وثانية في المقام. 1 ساعة والساعة فيها 3600 ثانية، ماشي. ماشي، هنقول بيساوي. بيساوي. تعالى بقى طير أو اختصر. الكيلومتر هيطير مع الكيلومتر، الواحد ساعة تطير مع الواحد ساعة. بعد كده ايه عندك؟ صفر طيره مع صفر في المقام، أي حاجة في البسط مع حاجة في المقام. 4 في 1000 ب4000. ممكن برضو تطير كمان صفر اهو مع صفر تاني اهو. 4 في 100 بعد ما طيرنا صفر الأولاني هنا، 4 في 100 بقت 400. 400 ايه بقى؟ متر. 400 متر على 36 ثانية. 400 متر على 36 ثانية، يا ترى هتدينا كام؟ لما عملناها طلعت بتدينا 11 و1 على 9 متر في الثانية. يبقى هنا نكتب له ايه؟ 11 و1 على 9 متر لكل ثانية، أو في الثانية، في الثانية أو لكل ثانية اهي. طيب قال لك مين أبطأ حد؟ بص كده، دي 11 وشوية، دي 16 وشوية، 20 وشوية، الأبطأ هي مين؟ الأبطأ الهدهد. يبقى أبطأ حد عندي هو الهدهد. طب الأسرع مين؟ الأسرع خلاص الهدهد ده أبطأ حد شلناه خلاص. عندي 15، عندي 20، عندي لا، الأسرع اللي هو الحمام اللي هو 20 و5 على 6 متر في الثانية، ده بقى الأسرع الحمام. الحمام. طب يا ترى مين اللي سرعته بعد الهدهد بقى؟ الهدهد كان 11 و9، بعدها البومة. بعدها الايه؟ البومة. وبعد كده اللي أسرع من البومة شوية كانت الغراب، كان الغراب. احنا كده خلصنا شرح الدرس ده، يا رب تكونوا فهمتوه. اكتبوا لي في التعليقات كده يا ترى فهمتوه ولا ما فهمتوهوش. يا رب نكون قدرنا نوصله بطريقة بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.